السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هنعمل القرص الفلاح الطرية الهشة الجميلة دي يا جماعة، في منتهى الجمال. طرية جدا، ناعمة جدا، جميلة، يعني حاجة جميلة، يعني حاجة فاخر من الآخر كده. بسم الله ما شاء الله، والله لو عملتوها هتعجبكم إن شاء الله. قرص كده بطعم زمان، قرص جميلة، يعني قرص اللي قلبك كده يحبها. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. جبت يا جماعة الدقيق. انا عملت حوالي 3 كيلو دقيق. حطيت عليها معلقة ملح، وحطيت معلقتين سكر، وحطيت باكو باودر. باكو باودر، ايوه حطيت باكو باودر. وهقلب كل المكونات الجافة دي كلها مع بعضيها. وهجيب بقى الخميرة احطها في كوباية كده مع السكر. يبقى انا حطيت دقيق، 3 كيلو دقيق. حطيت بسم الله الرحمن الرحيم معلقة ملح، وحطيت باكو باودر. حطيت هنا 4 معالق سكر. وحطيت 3 معالق من معلقة الأكل دي، أو معلقتين كبار معلقة الأكل خميرة. هحطهم كده مع بعض في حبة مية دافية، وهقلبهم مع بعض واركنهم. حد هتعمل فقاقيع كده، بس انا عارفه ان الخميره بتاعتي دي شغاله، يعني واثقه فيها. خميره كويسه يعني شغاله. هركنهم كده عبال ما اجيب اللبن يعني وادفيه كده واجيبه، يكون الخميره اشتغلت كمان في الميه مع الميه والسكر. بسم الله ما شاء الله، تبقى قرص جميله جدا. يعني الدقيق عليه معلقه ملح، 3 كيلو دقيق عليهم معلقه ملح، عليهم باكو باودر. انا هعمله يا جماعه بلبن، وحطيت على اللبن كوبايه زبادي، واحده زبدايه يعني. اللبن رايب، يعني هتبقى ريحتها جميله كده من اللبن الرايب والزبادي في منتهى الجمال. لو ما فيش زبادي مش مشكله، مش لازم، يعني انا لقيت واحده زبدايه عندي كده جيت حطاها. هتزود من جمالها يعني. اللبن الرايب ده بخيره يا جماعة، يعني ايه بخيره؟ يعني بالوش اللي فيه كله على بعضه يعني. ما اخدتش منه حاجة. حطيت بردك الخميرة مع السكر، وهعجنه بقى عجنة كويسة جدا. هلف العجينة باللبن. مش هحط مية تاني يا جماعة، انا هعجنه كله بلبن، ما احطش مية. هعمله زي امهاتنا كانت بتعمله زمان باللبن وكده، يعني ما حطيتش الا حبة المية اللي انا حطيتهم في الاول دول بس، مع الخميرة، يعني نص كوباية مع الخميرة. وهلم هلم اللبن بقى بالعجينة بالدقيق بكله. انا لسه ما حطيتش السمنة لحد دلوقتي يا جماعة. هلمه كده وبعدين احط السمنة. يبقى انا حطيت 3 كيلو دقيق، وحطيت معلقة ملح، حطيت 3 معالق سكر على المية. وحطيت الخميرة بردك معلقتين كبار. ودلوقتي وحطيت باكو باودر، حطيت كوباية زيت. والسمنة دي يا جماعة كوبايتين سمن. كوبايتين سمنة بالكوباية اللي انا وريتها لحضراتكم دي. السمنة دي يا جماعة انا عاملاها سمنة عادية، سمنة جنة، وحطيت عليها وش لبن. ويعني عطت ريحة الفلاح يعني وكده. جميلة جدا، يعني حاجة حلوة قوي. ريحتها جميلة، ريحتها ما تفرقهاش عن السمنة البلدي. واعجن بقى العجينة دي كلها تاني كمان مرة كده، والمها لحد العجينة ما تسيب ايدي خالص. بسم الله ما شاء الله، بصوا يا جماعة العجينة جميلة ازاي. هلمها جامد، هعجنها جامد كده عجنة حلوة، عشان تبقى هشة وطرية. انا عاملة العجينة طرية وسبتها ترتاح حوالي ساعة. حطيتها في مكان دافي يا جماعة، انا غطيتها بالبطاطين عشان الجو سقع. حطيت اللي هي كيسة كده، وبعدين حطيت فوقها بطانية. يعني قعدت ساعة وخمرت. هلم الخمر اللي فيها ديت، يعني ألمها، وعشان أقطعها بقى حتت زي ما انت عايزة بقى حجم القرصة. يرجع لك عايزاها كبيرة كبيرة، عايزاها صغيرة صغيرة. أنا هعملها قرص عادية، مش هحشيها ولا أي حاجة خالص. مرة تانية بعمل حضراتكم قرص بالعجوة وبالملبن يعني.
اعمل لها قرص مبسوسه بالعجوه وبالملبن، لكن دي قرص فلاحه عاديه مش مبسوسه. هقطعها حتت صغيره كده في الصينيه اللي انا هبطط فيها، مش هقطعها في حته وابطط في حته، لا، هقطعها في نفس الصينيه كده، وهبططها بردك في نفس الصينيه، اعمل مسافات كده بينهم، وبردك اقطعها هنا وابططها هنا برضك، وهسيبها بردك تخمر تاني حوالي ساعة بردك في مكان دافي. انا ولعت فرن البوتاجاز شغلته، ويعني حوالي 3 دقايق او 5 دقايق وطفيته دلوقتي يعني. وهحط الصواني بقى في فرن البوتاجاز وفوق البوتاجاز عشان يخمروا بسرعة. لازم يعلوا يعني تاني كمان مرة، يعني بخمرهم مرتين. زي ما قلت لحضراتكم، حجم القرصة ده يرجع لك انت تعملي حجم القرصة زي ما انت عايز. انا عاملاها صغيرة كده، يعني قد الليمونة او اكبر من الليمونة شوية، هتديني قرصاية حلوة، قرصاية حجمها مناسب وحلو. بسم الله ما شاء الله، ال3 كيلو دولت عملوا كمية حلوة كبيرة يا جماعة. بس وانا بعملها اكلوها، يعني وانا بطلعها ما لحقتش، اكلوها كده وهي سخنة. احنا بنحب ناكلها يا جماعة بالجبنة الخزين والجبنة القديمة. وبرضك بتاكل بكوباية لبن كده الصبح في الفطار، بتبقى روعة. بصوا يا جماعة، انا ببططها في مكانها هنا كده، واسيبها تخمر بردك في مكانها كده، ما بشيلهاش تاني. بسم الله ما شاء الله. الحجم بقى انت تتحكمي في الحجم اللي انت عايزاه، بس هي السمك بتاعها كده يبقى حوالي نص سنتي. بططيها بقى كده، وهي القرص ما يعني لما بتخمر بتطلع لفوق، ما بت بس انت بتسيبي مكانها بردك مكان جنبيها، بس هي بتقب لفوق، ما بتفرش. بس بردك سيبي مكان جنبيها بردك عشان ما تلزقش ببعضيها ويبقى شكلها وحش. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، حجمها حلو ازاي، حجمها مناسب. لو لقيتي واحدة لمت شوية بردك عيدي عليها. ممكن تقطعيها بردك على الرخامة، وبعدين تبططيها واحدة واحدة وتحطيها في الصينية زي ما انت عايزة بقى. بس انا بستسهل بقى، بقول ايه، اقطعهم كلهم في الصينية وبططهم بقى بالمرة في الصينية. لو انا مقطعة كتير في الصينية بشيلها احطه في صينية تانية. بسم الله ما شاء الله، بيخمر في نفس المكان يا جماعة، وبرضك ادخله في الفرن في نفس الصينية دي. لو انت عندك كمية كبيرة، يستحسن ان انت تحطيها على حاجة خشب، يعني انت ترصيها على حاجة خشب، وبعدين تبقي تنقليها في الصواني دي لو انت عاملة كمية كبيرة. ممكن لا قدر الله لو انت عاملة في حاجة تانية، في بسم الله الرحمن الرحيم على صينية، ممكن تلزق ويبقى شكلها وحش كده، وانت بتطلعيها فبتبطئي الخمر بتاعها تاني. فبيفضل ان انت تقطعيها على حاجة خشب لو هي كمية كبيرة يعني. انا قطعتهم على السيجان دمت، وبرضك عندي لوح خشب كده قطعت عليه بقية الكمية، بيبقى اسهل يعني ان انت ترفعيها من عليه، وما بتلزقش عليه ولا حاجة، بتبقى حلوة برضه. اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا بردك الصينية الصغيرة اخدت مني، حطيت فيها العدد ده. اهو بسم الله ما شاء الله. الفرن شغال على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا، اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت يا جماعة. الاول حطيته تحت على الارضية بتاعة الفرن، وبعدين رفعته على تالت رف. اهو بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. بصوا لونه يا جماعة، النقط اللي فيها ده يا جماعة من وش اللبن بسم الله الرحمن الرحيم، والسمنة اللي كانت، يعني انا قلت لحضراتكم ان انا السمنة دي عاملاها بوش لبن. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. بصوا يا جماعة، شكل القرص طالع من الفرن شكلها جميل قوي. والله يا جماعة الكاميرا ظلماها، ده كانت في منتهى الجمال، وطرية جدا وهشة وخفيفة، مش تقيلة مكتومة، لا خفيفة، وباين على الارتفاع بتاعها اهو. بسم الله ما شاء الله، جميلة. انت بقى تاكليها ب... بجبنة قديمة، بجبنة خزين، تاكليها بلبن، يعني تعملي لبن، كوباية لبن سخنة كده وتاكليها بيه بشاي بلبن. جميلة جدا، في منتهى الجمال والروعة. لو انت جربتيها بالطريقة دي مش هتبطلي تاكليها تعمليها تاني يعني.
يعني انا قلت بردك انا عملت 3 كيلو دقيق، حطيت عليهم معلقه ملح، حطيت باكو باودر 3 معالق سكر مع نص كوبايه ميه، وعجنتها بحوالي اخدوا مني حوالي كيلو ونص لبن، وحطيت كوبايه زيت ومعلقتين وكوبايتين كبار سمنه. اهو بسم الله ما شاء الله. شفتوا القعر كمان بتاعها يا جماعه؟ وبتتخبز يا جماعه على نار عاليه من فوق ومن تحت. لو انت عندك فرنك بيولع من فوق لوحده وتحت لوحده، تولعي من تحت وبعدين تولعيها من فوق. اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه والله سخنه لسه مش عارفه امسكها وانا بوريها لحضراتكم. اهو حتى الصغيره بسم الله ما شاء الله جميله جدا. بصوا يا جماعه سخنه مولعه، مش عارفه امسكها. بصوا قلبها طري ازاي وجميله، مش طري معجون، طري منفوخ جميل، يعني حاجه حلوه. اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا بردك في الفرن لسه شغال بردك اهيت. انا قلت اوريلكم اللي طالع. بصوا يا جماعه بحطه تحت الاول وبعدين ارفعه على الشبكه التالتة. اهو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا. بصوا يا جماعه جميل ازاي، ومن ورا جميل ازاي، يعني القعر بتاعه جميل قوي. يعني هو محمر من فوق ومن تحت وفي نفس الوقت طري، مش مش ناشف. لأ، وبيتهيأ لي هو بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاج إن أنا أقول عليه حاجة. بسم الله ما شاء الله. أحسن حاجة للخبيز المخبوزات اللي هي الصواني الألمونيوم، جميلة جدًا لا يُعلى عليها في الخبز. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أتمنى يا جماعة إن أنتم تدعموني بلايك، وأنا يعني نفسي القناة بتاعتي تكبر بيكم ومعاكم. يا رب لو الفيديو بتاعي عجبكم أتمنى إن أنتم تعملوا لي اشتراك في القناة وتدعموني بلايك. الجبنة دي القديمة أنا عاملاها برضك يا جماعة في البيت، مرة هنزل لكم الطريقة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. بس دي بقى لها زمن عندي، دي تعدي ال15 سنة، اللي هو المش بتاعها جميل جدًا، والله أكتر من 15 سنة. أنا كوّنت المِش ده يا جماعة من حبّة مِش شوية صغيّرين خالص، بقيت أحُط عليه لبن وهو عمل مِش مع نَفْسه. بسم الله ما شاء الله. يا رب القُرَص بتاعتي تكون عجبتكم، وأتمنى إن أنا أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.